مرقس ولوقا، مرقس والباقي. وطبعا الخط مش باين. اللي يعرف يوناني يقرا لي اخر 3 حروف هنا. غار، غم الفا رو، مش كده؟ اللي هي لانهن كنا خائفات فخرجنا ولم يقلن لاحد لانهن كنا خائفات. والانجيل خلص. مفيش الكماله بتاعت انجيل مرقس اللي موجوده في ايدنا في النسخ البيروتي، في المخطوط السينائي، اللي هو يعتبر واحد من اقدم المخطوطات للعهد الجديد. ده كانت نهايته. آية 8. آية 8 تقريبا. 9 مش كده؟ آخر 8 وبداية 9 حاجة زي كده. يعني هو أول 8 آيات موجودين من 9 ل 16 هي دي الإضافة، ودي عليها اختلاف. يعني من 9 ل 16 اللي في إيدينا موجودة في بعض المخطوطات القديمة، وفي نهاية تانية موجودة في بعض المخطوطات تانية، نهاية صغيرة 3 آيات بس. ففي نهايتين، والمخطوطات القديمة قوي ما فيهاش النهاية. ففيها اختلاف وجهات نظر. هل القديس مرقس فعلا ختم إنجيله كده، ولا كان في نص زيادة وضاع وحد من الرسل هو اللي كمل النص ده؟ دي حتة علماء أكتر منها إيمان. ولكن النقطة الأساسية بالنسبة لنا النص اللي احنا استلمناه ككنيسة ينتهي عند آية 16. يبقى النص الرسمي بتاعنا لغاية آخر 16. مين اللي كتب آخر 6 آيات؟ مين نسخهم؟ ما تفرقش عندنا. مش المشكلة بتاعتنا اللي كتبهم مرقس ولا اللي كتبهم حد من التلاميذ. النص في إيدينا بينتهي لغاية 16، لكن المخطوطات القديمة بتنتهي عند نهاية آية 8. بس دي سببت أزمة في الكنيسة كم آية دي؟ أبونا بيقول بيسببوا أزمة في الكنيسة. آخر حاجة قريتها وموجودة معايا على الكمبيوتر، تسمعوا عن يوسف حبيب. مين يعرف يوسف حبيب؟ بس حد ما يكونش اسكندراني. حد ما يكونش اسكندراني. الأجيال الجديدة ما تعرفش يوسف حبيب، ولا اللي هو اللي كان بيترجم كتب آباء كتير في اسكندرية. يوسف حبيب ومليكة حبيب، دول الولاية أبونا بشوي كامل أعتقد. مش كده؟ كان مترجم كتاب عظات للقديس ساويرس الأنطاكي من نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس. ساويرس الأنطاكي كاتب في العظة بتاعته وإن إنجيل مرقس حسب أقدم المخطوطات لا يحتوي على الآيات الأخيرة. يعني مشكلة نهاية إنجيل مرقس كانت موجودة من القرن الخامس، مش مشكلة مستحدثة سببها العلماء الغربيين في كنيستنا دلوقتي. ساويرس الأنطاكي نفسه بيقول إن الآيات دي مش موجودة. نفس المشكلة دي كانت موجودة من أيام أوريجانوس. هل الآيات دي موجودة ولا مش موجودة؟ ودي هتقابلنا في آيات تانية كانت موجودة من الكنيسة الأولى.